رد ناري من كابتن محمود الخطيب على موضوع عودة رمضان صبحي وتفاصيل في غاية الأهمية وتفاصيل مهمة جدا 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 وكواليس جلسة كابتن محمود الخطيب مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن موضوع عودة رمضان صبحي، لأن الموضوع مطروح وبشكل كبير جدا على مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب. يعني أنا بصراحة وبأمانة شديدة في مواقف كده ما ينفعش اي رئيس نادي يعرف ياخدها. يعني لو هتيجي تبص مثلا في مجلس اداره نادي الزمالك، لو قال لك ان مصطفى محمد هيرجع نادي الزمالك هنقول له يا مرحب، يوسف اسامه نبيه هيرجع نادي الزمالك هنقول له يا مرحب، عوده مثلا سيف فاروق جعفر لنادي الزمالك قلنا له يا مرحبتين، عادي جدا عادي جدا، ومجلس اداره نادي الزمالك رحبوا بشكل كبير جدا. لكن لو هتيجي تبص على مواقف النادي الاهلي هيثبت لك قد ايه النادي ده ماشي على سيستم معين وعلى نظام معين ما بيغيروش ايا كان اللاعب وايا كانت قدرات اللاعب. كلنا شفنا موقف النادي الاهلي مع عبد الله السعيد، كلنا شفنا موقف النادي الاهلي مع شريف اكرامي، كلنا شفنا موقف النادي الاهلي مع حسام عاشور ومع كابتن حسام وابراهيم ومع كابتن ابراهيم سعيد ومع لعيب وكابتن عصام الحضري ولاعيبه كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي موضوع كابتن رمضان صبحي مطروح بشكل قوي جدا، خاصه من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، اللي بالمناسبه شايفين ان الموضوع عادي جدا، ان رمضان صبحي لو جه هيبقى مثلا لاعب صغير هيفيد النادي الاهلي، ابن من ابناء النادي الاهلي، فيه مميزات كتير، لاعب مهاري هيقدر يخلص، فبالتالي هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي. فبالتالي اللي رفض الموضوع ده كابتن حسام غالي، رفض الموضوع شكلا وموضوعا ورفض المبدأ بشكل عام. طيب هل في ضغوط كبيرة جدا من خارج النادي الاهلي على كابتن محمود الخطيب؟ وفي من ناس تقيلة جدا. طيب كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف عايزين يجيبوا رمضان صبحي ازاي بقى؟ من لحد دلوقتي ما قلتلكش رد كابتن محمود الخطيب. هو الموضوع مطروح وبيتكلموا وبيتناقشوا مع بعض، انا بقول لك المحور بتاع النقاش وبعد كده هقول لك قرار كابتن محمود الخطيب. كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف قال لك مفيش اي مشكله ان رمضان صبحي يجي، ولكن يكون مخلص نفسه من نادي بيراميدز. يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي مش هيخش طرف مع نادي بيراميدز، ولا النادي الاهلي هيفاوض نادي بيراميدز على رمضان صبحي. طيب رمضان صبحي يسلك نفسه يجي النادي الاهلي، فبالتالي كان رد كابتن محمود الخطيب كالتاتي. رد كابتن محمود الخطيب صدم الكل. ازاي بقى صدم الكل؟ هقول. كابتن محمود الخطيب قال لهم طيب انتم موافقين ان رمضان صبحي يجي النادي الاهلي؟ انا بالنسبه لي الموضوع ده مقفول شكلا وموضوعا. ليه بقى يا كاريزما؟ قال لك لان انا قعدت مع رمضان صبحي في فيلتي الشخصيه، قعدت مع رمضان صبحي في الفيلا، مفيش اول ما خلصت القعده رمضان صبحي قام رايح لنادي بيراميدز. فبالتالي كابتن رمضان صبحي هو كابتن محمود الخطيب واخدها على اساس ان هو ما قدرهوش. كابتن محمود الخطيب شايفها ان هو عدم تقدير للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي عمل لك بند محترم وعمل لك برضو يعني عمل لك عقد كويس جدا، عقد يليق بابن النادي الاهلي. كابتن رمضان صبحي على السكه وعلى الدغري كده ضرب بكلام كابتن محمود الخطيب عرض الحائط، وضرب بالنادي الاهلي عرض الحائط باحثا عن الطموح. هل تحقق طموح رمضان صبحي؟ ابدا. طيب عبد الله السعيد قال لك لا انا اروح نادي الزمالك انهي مسيرتي في نادي الزمالك، يبقى عندي قاعده جماهيريه، غير ان انا ابقى ما يبقاش ليا اي وجود في المنظومه الرياضيه بعد ما انهي مسيرتي الكرويه. فبالتالي اما ابقى محسوب على نادي الزمالك يعني افضل اما ابقى لاعب مثلا في نادي الاسماعيلي، مع احترامي الكامل لاي نادي. فبالتالي كابتن عبد الله السعيد قال لك لا انهي مسيرتي بقاعده جماهيريه احسن من ما فيش خالص. طيب كابتن محمود الخطيب رفض الموضوع شكلا وموضوعا. يعني ايه؟ انا قعدت مع رمضان صبحي وعملنا بنود العقد واتناقشنا واتكلمنا كابن من ابناء النادي الاهلي، بعد ما يخلص معاه الجلسه يروح لمسؤولين نادي بيراميدز ويقفل معاهم ويخلص معاهم وينتقل لنادي بيراميدز. على اساس ايه يعني؟
ما هو كابتن محمود الخطيب بقى ده بيبين لك قيمة كابتن محمود الخطيب، زائد ان ده بيبين لك يعني ايه مبادئ النادي الاهلي ويعني ايه اسس النادي الاهلي. انا بكلمك بقى بالمنطق وبالعقل. سؤال بيطرح بلح، سؤال عادي وبديهي جدا 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 لجمهور نادي الزمالك: ما موقفك من عودة سيف فاروق جعفر؟ رحبنا بيه بشكل كبير جدا على السكة وعلى الدغري. انا بجيب لك النهية، شاء من شاء وابى من ابى، وقعدنا نقول ابن من ابناء نادي الزمالك. هل لو رمضان صبحي كان راح النادي الاهلي كنا هنقدر نتكلم؟ لا. وكنا هنقدر نعاير؟ لا. ولكن هنا بيثبت لك ان في اسس ومبادئ للنادي الاهلي. انت مشيت بمزاجك ومش هترجع برضه بمزاجك، وده اللي كان عامله رمضان صبحي. رمضان صبحي فكر ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، ولو مشي من النادي الاهلي وراح نادي بيراميدز يرجع في اي وقت. لا، النادي الاهلي مفيش الكلام ده فيه. نادي الزمالك ممكن اقول لك يعني دلوقتي لو يوسف اسامه نبيه قال لك ان انا عايز ارجع لنادي الزمالك، يوسف اسامه نبيه نفسه هيقول لك انا حابب ان انا ارجع بيتي، هيرجع عادي جدا. وكابتن اسامه نبيه قالها لك في تصريح رسمي، قال لك عادي جدا انا ممكن ارجع بيتي. اسامه نبيه نفسه قالها لك في تصريح رسمي. لو يوسف اسامه نبيه حب يرجع لنادي الزمالك هو بيته. انا بكلمك على السكه وعلى الدغري. عندك سيف فاروق جعفر قال لك ان انا لو رحت نادي بيراميدز وحبيت ارجع هرجع بيتي. انا برمي لك بقى كلام اهو. كابتن مصطفى محمد اللي اول ما مشي من نادي الزمالك قلنا مش عارف ايه وهاجمنا، ودلوقتي بنفتخر بيه وبنقول لو حابب يرجع لنادي الزمالك فمرحب بيه في بيته. فبالتالي خليك واقعي وخليك جميل. لو النادي الاهلي حابب يرجع رمضان صبحي هيرجعه عادي جدا، ولكن كيان النادي الاهلي، اسس النادي الاهلي، نظام النادي الاهلي، سيستم النادي الاهلي اللي ماشي عليه اي رئيس نادي موجود في النادي الاهلي ما بيتجزأش. انسى ان لاعب يخرج من الباب من الباب مش هقول لك بقى من الباب لا، لو لاعب خرج من الباب الصغير عمره ما هيرجع النادي الاهلي لو اتشقلب. ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي تاني. اي لاعب من النادي الاهلي بيخرج بس كده بدون رضا مجلس ادارة النادي الاهلي وما بيبقاش خارج من الباب الكبير، بتبقى ازمة كبيرة جدا جدا جدا. فبالتالي امثلة كتيرة جدا، ولكن مجلس ادارة النادي الاهلي ماشي على سيستم، ماشي على نظام، ماشي على مبدأ معين ما بيغيروش ايا كانت قيمة اللاعب الفنية. فبالتالي كابتن محمود الخطيب رفض الموضوع شكلا وموضوعا وقفل الموضوع ضبة ومفتاح، لان قال لهم اول لما كابتن محمود الخطيب قال لهم ده كان قاعد في فيلتي ومشي وراح نادي بيراميدز، يعني خلاص بقى مين اللي هيتكلم تاني ومين اللي هيجادل كابتن محمود الخطيب يا جماعة في موقف زي ده؟ انسى. رمضان صبحي اي نعم في كلام من مجلس اداره نادي الزمالك انه هيروح نادي الزمالك، عادي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي الفرق بيننا وبينه بين نادي الزمالك وبين النادي الاهلي ان اللاعب اللي بيخرج من الباب الصغير ما بيرجعش. انسى ده اللي يفرق النادي الاهلي عن اي نادي تاني. وكابتن محمود الخطيب قال لك انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. الكلام بص اهو، الكلام بيتطبق بالحرف الواحد. في لعيبه راحت نادي بيراميدز باحثا عن الطموح، زي عبد الله السعيد، زي احمد فتحي، زي شريف اكرامي، زي رمضان صبحي. عملوا ايه؟ ولا اي حاجه. خدوا بطولات؟ مفيش. خدوا فلوس؟ خدوا تاريخ؟ مفيش. فبالتالي انت كلاعب كنت بتلعب في النادي الاهلي، خرجت من النادي الاهلي من الباب الصغير لقد كده، فين انت دلوقتي؟ مفيش. معلش مع احترامي الكامل لنادي بيراميدز، اللعيبه اللي موجوده فيه قاعدين علشان خاطر اللحاليح والاخضر. اللعيبه اللي موجوده فيه مش بتاع بطولات. النادي الاهلي اللعيبه اللي سابت النادي الاهلي وراحت نادي بيراميدز كانوا فاكرين ان هم اللي موقفين النادي الاهلي على رجله، على السكه وعلى الدغري. اللعيبه دي كانت فاكره ان هي اللي موقفه النادي الاهلي، ان هم اللي عاملين النادي الاهلي، ولكن حسبوها غلط. مفيش لاعب بيعمل نادي ولا لاعب بيبقى موجود في نادي الزمالك هو اللي بيعمل لنادي الزمالك قيمه،
ولا لاعب موجود في النادي الاهلي هو اللي بيعمل للنادي الاهلي قيمه. سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك، الاثنين كيانين كبار هم اللي بيصنعوا اللاعب. جماهير النادي الاهلي هي اللي بتعمل للاعب قيمه، وجماهير نادي الزمالك هي اللي بتعمل للاعب قيمه، وجماهير النادي الاهلي هي اللي بتخلي اللاعب اسطوره زي ما خلدت برضو اساطير كتيره جدا، وجماهير نادي الزمالك هي اللي خلت لاعيبه كبيره جدا برضو اساطير. فبالتالي اللاعب بيكون اضافه فنيه عبارة عن ترس من تروس منظومة كاملة اسمها منظومة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي، ومنظومة نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك. وكان رد كابتن محمود الخطيب في الموضوع ده قاطع وبشكل نهائي. انت من وجهة نظرك شخصية كاريزما، ما هو تعليقك على عودة رمضان صبحي؟ هل توافق مجلس إدارة النادي الأهلي على عدم عودة رمضان صبحي، أم يعني تدي رمضان صبحي العذر وتقول معلش يا جماعة كان بيبحث عن طموحه، فبالتالي لو رجع يرجع مفيش اي مشكلة وهو ابن من ابناء النادي الاهلي؟ انت من وجهة نظرك اكتب لي رأيك في خانة الكومنتات وانا هقرأ كل الكومنتات يا كاريزما. وبكده نكون وصلنا نهاية كلامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.